لا صوت يعلو على صوت مباراة القمة الزمالك والأهلي في بطولة الدوري يوم السبت الجاي، وعشان كده أنا قررت إن التلات أيام أربع خميس جمعة يبقى كل كلامنا عن المباراة، نقاط القوة والضعف عند الأهلي وقوة الزمالك وإزاي هنواجههم. وهنبدأ النهاردة بنقاط ضعف نادي الأهلي، وبما إن معظم النقاد والمحللين ولاعيبه الكوره شايفين ان الاهلي ما عندوش مشاكل والزمالك كله مشاكل في الثلاث خطوط، فانا جاي النهارده اوضح لك مشاكل الاهلي الحقيقيه وبالحالات وبالشرح وبكل شيء. وعشان تبقى برضو معايا في الصورة، الحلقة هتبقى على جزئين، جزء هيبقى شرح والجزء التاني هيبقى على الشاشة. تابع معانا الحلقة، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل إخواتي الزملكاوية في مصر والوطن العربي، أهلا بكل متابعي قناة ملوك ميت عقبة وصفحة ملوك ميت عقبة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويومكم جميل بفضل الله، ودعواتكم معانا الزمالك يكسب يوم السبت ونكمل في المنافسة على بطولة الدوري. في البداية معظم الناس ومعظم المحللين ما بيتكلموش عن مشاكل الأهلي الدفاعية. أنا في حلقة النهاردة هنتكلم عن المشاكل دي وأوضح لكم إيه هي مشاكل الأهلي ومتعلقة بإيه. مبدئيا مشاكل الأهلي متعلقة بثلاث أمور. الأمر الأولاني، أول حاجة أنا اتفرجت على اخر 6 ماتشات للاهلي: فاركو، بيراميدز، بتروجيت، مودرن فيوتشر، غزل المحله والاسماعيلي. 6 ماتشات الاهلي استقبل فيهم 5 اهداف. 6 ماتشات الاهلي استقبل 5 اهداف وطلع بكلين شيت مرتين. المشكله الاولى اللي هنتكلم عليها هي كولر تجاوزها بعد شويه كده من ماتش والتاني، ولقاها هتسبب له مشكله كبيره، وهي حكايه بناء اللعب من تحت او البيلد اب بالكوره. مدافعين الاهلي بطاء جدا، ما بيقدروش يطلعوا بالكوره بشكل كويس. من وقت رحيل محمد عبد المنعم واصابه علي معلول بقى عندهم مشكله كبيره في الخروج بالكوره. فمحمد العش الصفقه الجديده بقى بيعمل مشاكل، رامي ربيعه، كريم الدبيس، عمر كمال عبد الواحد، محمد هاني، ياسر ابراهيم، السباعي او السداسي اللي بيتناوب على خط الدفاع بيطلع بالكوره بشكل سيء جدا، وشفنا اخطاء كتير. الراجل تجاوزها الفتره الاخيره وبقى يشتغل اكتر على اللعب المباشر، تمريره في الثانيه على طول بيرميها في نص ملعب المنافس، وبيعتمد ان هو بياخد الكوره من نص ملعب المنافس او بيلعب اكتر في نص ملعب الخصم. المشكله الثانيه ودي بقى اللي هناخد فيها وقت شويه في الشرح، وهي قصه الكور العرضيه. الكور العرضيه سواء ثابته او متحركه، وهنا انا هقول لك ان الاهلي في كل ماتشاته ال6 الاخيره استقبل عدد كور عرضيه بشكل كبير جدا. والمشكله بتاعت الكره العرضيه دي راجعه لامر خطير جدا في دفاعات الاهلي، وهو بطء لعيبه خط الدفاع في النادي الاهلي. كل مدافعين النادي الاهلي بيتمتعوا ببطء شديد جدا ورهيب جدا. مفيش لاعب عنده السرعه او عنده المرونه في الحركه بشكل كبير جدا. دي نمره واحد. نمره اتنين، الرقابه والتغطيه داخل منطقه الجزاء. رغم ان بيكون في عدد كبير من اللعيبه، الا ان مهاجمين الخصوم بتقدر تاخد الكوره وبتصنع منها فرصه خطيره، بل وكمان بتقدر تسجل. اتسجل فيهم من 5 اهداف هدفين من كور عرضيه، والخصوم قدروا يصنعوا 13 فرصه من كور عرضيه، لكن هم ما قدروش يستغلوهم بشكل كويس. المشكله الثالثه اللي هقول لك عليها وهي بسبب برضو الدفاع والبطء. كولر لما ابتدى يلعب الكرة المباشرة بقى بيقدم خط الدفاع شوية، وخط الوسط معاه بيطلع لقدام. في مرحلة الهجوم بيبقى في فجوة كبيرة ما بين خط الوسط وما بين المدافعين، بيبقى في مساحة كبيرة قوي بيشتغل عليها الخصوم، سواء بكرة طولية وبينزلها المهاجم للرقم 10 او رقم 8 المنطلق، او الوينج اللي بيجي يخش لجوه وبيستلم الكرة، وبتعمل مشكلة كبيرة لان هنا اللحظة دي بيكون في جاب في الوسط ده، فالعمق بتاع النادي الاهلي برضو عامل مشكلة. ومع بطء لعيبه الخط الدفاع بيبقى عنده مشكله في استرداد الكوره، وطبعا بيبقى محظوظ كتير ان ما بيتسجلش عليه اهداف. لكن برغم ده من ال5 برضه اتسجل هدفين عليه من العمق، سواء من تسديده من بره ال18 او من كوره من داخل ال18، كانت في ماتش مودرن فيوتشر.
ومع البطء بتاع خط الدفاع والفجوة اللي قلت لك عليها ما بين خط الوسط وما بين المدافعين، كان بيقدر الخصوم يصنعوا عدد فرص أكبر، وصنعوا 16 فرصة من عمق منطقة الوسط بتاعة النادي الأهلي لعدم التغطية الكافية وعدم وجود يعني خطوط قريبة ما بين المدافعين ولاعيبة خط الوسط. فدي كانت عاملة مشكلة كبيرة، وتسجل عليهم هدفين زي ما قلت لك من الاربع اهداف. خلصنا شرحنا وكلامنا عشان اكون مختصر معاك وما تملش مني. يلا بينا نروح على الشاشة ونشوف الحالات. يلا بينا. اول مشكله اتكلمت معاكم فيها هي الكور العرضيه. في ماتش المحله الراجل بيعمل عرضيه، بيطلع الراجل المهاجم محمد علي بن حموده بياخدها بكل سهوله في وسط رقابه من لعيبه الاهلي. نفس القصه هنا في ماتش مودرن، الراجل بيعمل عرضيه، حسام حسن بيسرق المدافع وبيحطها بره المرمى. هنا برضو نفس القصه، الراجل بيراوغ واحد والتاني وبيعمل عرضيه، لكن الكره بتيجي في العارضه. محتاجين نوقف الكره دي عشان نوريكم نقطة مهمة جدا. هنا الراجل وهو داخل زي ما انتم شايفين 1 2 3 4 5 6 6 لعيبة، الراجل ضربهم بمراوغة واحدة، بقى عنده اوبشن 2 3 4 للتمرير. العملية بقت سهلة جدا، اللي هو يقدر يسجل هدف او يصنع هدف فرصة. فالراجل كمل وعمل العرضية زي ما انتم شايفين، والتاني حطها في العارضة. المهاجم ما كانش محظوظ فيها. فهنا انا بوري لك دي من كور ثابته، كراجل طلع لعبها طبعا نزلت لمحمد هاني. انا بوريك ان في كل لعبه مهاجم المحله هو اللي بيطلع ياخدها. هنا الشناوي طلع غلط، المهاجم لعبها، ونفس القصه الكوره طلعت بره في ماتش المحله. بشكل عام زي ما انتم شايفين الراجل بيعمل عرضيه بكل سهوله. طبعا هنا ما خدهاش، لكن انا بوريك ان الفكره ان سهل قوي تعمل عرضيات على دفاعات الاهلي البطيئه. زي ما انتم شايفين في ماتش الاسماعيلي ما سجلش اهداف، لكن عمل فرص خطيره زي ما انتم شايفين. بص كل الفرص بكور عرضيه في مساحات كبيره وبطء كبير. اللاين بيتضرب هنا من كور ثابته في ماتش فيوتشر. نفس القصه، الراجل بيطلع ياخد الكوره وبيحطها الناحيه الثانيه. هنيجي للمشكلة التانية وهي ضرب الخطوط واللعب من عمق النادي الأهلي. وقلت لك بسبب إن الدفاع متقدم، وكمان في فجوة كبيرة ما بين نص الملعب والمدافعين. البداية طبعا هتبقى ماتش بيراميدز، سامحوني طبعا الصورة مقلوبة عشان خاطر طبعا الحقوق وكده ما تنزلش مشكلة على القناة عندي. وبرضو عايزكم تقولوا لي رأيكم في التجربة، أول مرة أشتغل كده على الشاشة وتجربة جديدة بحاول أعملها في القناة، بحاول أوريكم الصورة بشكل أحسن ونوضح كلامنا وشرحنا يكون بشكل مميز لمتابعينا، والناس تقدر تاخد الكلام اللي بيطلع من يعني من كلامنا بيطلع بشكل كويس ويطلع بمدلول باين في الملعب. هنروح للحالات اللي هي بتاعه العمق الملعب. وزي ما انتم شايفين هنا البيلد اب بتاع بيراميدز بيطلعوا بيضربوا الكوره بخط، بص لعبه واحده ضربت كل المدافعين. هنا طبعا الكوره دي ما كملتش لان الراجل مايلي مررها بشكل غلط. هنا برده نفس القصه، عبده يحيى بتمريره واحده ضرب كل المدافعين نظرا للبطء اللي كلمتكم عليه، برده ما حصلش منها حاجه. نفس القصه هنا، بص اللعبه عمرو ناصر بيضرب اللعبه في ماتش فاركو. طبعا المهاجمين كانوا بيتصرفوا بشكل سيء. هنا كوره تتلعب في العمق، تصرف خاطئ من العش مدافع الاهلي، لكن اللاعب برده بيلعبها بشكل سيء. كذلك الامر، بص الفجوه دي هي دي النقطه اللي بكلمك عليها، ان في فجوه كبيره ما بين نص الملعب وما بين المدافعين. شايفين المساحه دي كلها، الراجل ماشي براحته، في ما فيش حد ضاغط عليه، لكن في مساحات كبيره الراجل قادر يشتغل فيها. نفس اللعبه ونفس الكوره ماشيه بالظبط. هنا اللعبه برضو الراجل بيلعب عرضيه في نص ملعب الاهلي، في الحته دي كله خالي تماما وفجوه كبيره لازم الزمالك يستغلها. نفس القصه، فجوه في باص في فرصه هدف. نرجع للكره دي تاني عشان اوريها لك من الاول. هنا الفكرة اللي بكلمك عليها والفجوة الكبيرة ما بين خطوط النادي الأهلي
ما بين الاربع مدافعين زي ما انتم شايفين، ووسط الملعب 1 2 3 4 5. طبعا المهاجم قدام في فجوه هنا، لو بتضرب خط الدفاع بيبقى متقدم، نص الملعب مرحل لقدام نظرا للكره اللي بقى يلعب الكره المباشره على طول، يستنى الكره الثانيه وياخدها في ملعب الخصم. لكن النقطه دي هي اللي بتعمل له مشكله كبيره في العمق. زي ما انتم شايفين هنا فجوه، وبعدين هنمشي الكرة بقى عشان تشوفوها بشكل احسن. الكرة الراجل بيعمل الباص بيروح انفراد، لكن محمد علي بن حمودة بيخلص الكرة بشكل سيء جدا وبتروح فرصة هدف. نفس الفكرة عمرو ناصر في ماتش فاركو، الراجل بيعدي بكل سهولة عشان مفيش اي ضغط، بطء وعدم رقابه بشكل جيد. دي الكره اللي قلت لك عليها بتاعت العش، الضغط عليه ما بيقدرش يطلع بالكوره بشكل كويس، بيتخطف منه. طبعا الراجل بيتصرف تصرف خاطئ زي ما انتم شايفين. المهاجمين بيجوا قدام الاهلي يعني مش عارف بيحصل لهم ايه وما بيسجلوش اهداف. دي كانت الفكره من فكره ضرب الخطوط، وكمان المشاكل بتاعه الكور العرضيه اللي شرحتها لكم على طول. هنيجي بقى نتكلم على نشوف بقى الاهداف اللي انتجت عن المشاكل اللي اتكلمنا عليها. وزي ما قلت لكم الاهلي في اخر 6 مباريات استقبل 5 اهداف، منهم مباراتين بكلين شيت، واربع مباريات استقبل فيهم 5 اهداف، كان فيهم هدفين في ماتش بيراميدز، وبيراميدز كان سجل ضربة جزاء. تعالوا بقى نشوف الاربع اهداف اتسجلوا ازاي، والفكره من تسجيل الاهداف كانت عامله ازاي. وطبعا قلت لك ان في 4 اهداف اتسجلوا في الاهلي زائد ضربه جزاء اللي كان سجلها مصطفى فتحي. الاربع اهداف كانوا 2 من كور عرضيه و2 من عمق الملعب. وريتك الفرص اللي ضاعت من العمق، ووريتك الفرص اللي ضاعت من العرضيات. دلوقتي هوريك الاهداف اللي اتسجلت من نفس المشاكل اللي بيعاني منها النادي الاهلي. هنا اللعبه بتتلعب في ماتش بتروجيت، الكره بتروح للراجل بيطلع يعمل عرضيه، وعايز اقف هنا في اللحظه دي. الراجل عمل عرضيه، ونفس القصه اللي بقول لكم عليها يا جماعه، مدافع 2 3 4 5 6 مدافعين على 3 لعيبه، والراجل بيطلع ياخد الكوره وبيسجلها هدف بكل سهوله وبكل يسر. ما بحبش اعيد كتير وما بحبش يعني اطول في الفيديو قوي، لكن اللعبه واضحه شرحتها لك بالفرص الضايعه. وهنا الاهداف اللي بتتسجل في النادي الاهلي، الكره اتلعبت عرضيه، الراجل دخل وسجل هدف بكل سهوله. ماتش بيراميدز كذلك الامر، الكره بتتلعب على اللاين زي ما انتم شايفين لمحمد حمدي، بيلعب عرضيه، وهنا رامي ربيعه اللي بيخش فيها تمركزات خاطئه، تغطيه خاطئه، رقابه خاطئه من كل مدافعين النادي الاهلي. هنا الضرب من عمق دول هدفين كانوا من كره عرضيه، هنا الضرب من عمق المساحه اللي قلت لك عليها، ثم ضرب الخطوط وهدف بيروح بيخش في الاهلي بكل سهوله جدا. الكره الثانيه طبعا كان في ماتش فاركو، هنا الراجل دخل من عمق الملعب وشاط الكوره. زهير المترجي طبعا كالعاده بيسجل الاهداف الجميله دي، وبيشوط الكوره وبيسجلها اهداف. كده انا وريتك الاهداف من العمق، ووريتك الاهداف من العرضيات، ووريتك المشكلتين اللي عند الاهلي الاساسيين واللي الزمالك لازم يستغلهم. وده اللي هنقوله في الشرح بعد يعني الحلقه الجايه ان شاء الله، لان الحلقه الجايه هنكلمكم على نقاط قوه الاهلي وايه هي الحلول اللي عنده، بيشتغل ازاي في الناحيه الهجوميه، وبيسجل اهدافه بأني طريقه، ومين اللاعب المؤثر ومين اللعيبه المهمين في الفرقه. ده اللي هنكلمكم عليه في الحلقه الجايه. وان شاء الله بقى الحلقه اللي بعديها هتكون بشكل عام عن الزمالك، وهتكون اطول، ازاي نتعامل مع المشاكل الدفاعيه اللي عندهم، وازاي كمان نتعامل مع المشاكل الهجوميه اللي هنقابلها، وقوه الاهلي هتكون فين. خلصنا كلامنا على الشاشه، نرجع بقى ونكلمكم كلمتين قبل ما نقفل الحلقه. خلصنا كلامنا في الشرح، وخلصنا كلامنا على الشاشة، ووريناكم كل الحالات الدفاعية والمشاكل الدفاعية اللي عند النادي الأهلي. طبعا ماتش القمة ماتش صعب، وماتش الموسم بالنسبة لنادي الزمالك، عشان كده احنا قلنا هنلخص لكم كل حاجة في 3 حلقات إن شاء الله، حلقتين نقاط قوة الأهلي وضعفه، وحلقة كاملة هتكون عن نادي الزمالك وإزاي هيقابل القصة دي. الناس كلها شايفة إن الأهلي فريق مرعب، وعنده حلول كتير، وعنده قوة في كل الخطوط، لكن حرفيا الاهلي عنده مشاكل زيه زي اي فرقة في الدوري. لكن هو فريق بيعرف يكسب، ومعاه بعض اللعيبة اللي بتقدر تخلص الماتشات، وعنده بعض الحظ طبعا اللي ماشي معاه تملي.
دي كانت حلقة النهارده، يا رب الحلقة تكون عجبتكم، مش ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، إيه رأيكم في الحلقة وإيه رأيكم في فكرة الشاشة الجديدة وطريقة الشرح والتعليق يعني. ويعني كلمتين دعم منكم كده شجعونا عشان نستمر ونشتغل أكتر. بشكر كل اللي اتفرج عليا وبشكر كل اللي هيتفرج عليا، وإن شاء الله التوفيق لنادي الزمالك. وبشكر طبعا كل الناس اللي بتدعمنا وواقفة ورانا في قناة ملوك متعوبة. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.